فتحنا المحل هون أنا والوالد من تقريبا 32 سنة. بلشنا نجيب القهوة، قهوة عادية كانت، يعني ما كانت خضراء مثل هلا. بعد فترة 3-4 سنين جبنا محمصة وبلشنا نحمص قهوة. القهوة تبعنا نجيبها من البرازيل وكولومبيا. اتقنا نعمل خلطة الناس حبتها، والحمد لله يعني مع الزمن اتقنا نعرف أنواع البن وأسرارها والشيء اللي يحبه الزبون والشيء اللي مو يحبه الزبون. مع الزمن بعد فترة من الأوقات 5 سنين 7 سنين 10 سنين يعني اتقنا نوصل لأنه الناس حبت قهوتنا، والحمد لله من وقت لهلا لسه الناس محافظين نحن على شغلنا، والناس زبايننا عم تزداد أكثر وأكثر. ومع بداية الأزمة من أول كنا نجيب البن نحن من الشام وحلب، مع بداية الأزمة هلا اتجهنا نجيبها من ميرسين مباشرة من البرازيل. بقى نحن نجيبها على حسابنا من البرازيل لميرسين مباشرة. هون كون هو المينا الموجود شغل يعني موجود عندنا. نسكافيه كمان، نسكافيه جولد ونسكافيه كلاسيك بيهار. الناس ترغب هون بلدنا أكثر شيء جولد، تحب الجولد. الثانية الكلاسيك طلبها قليل الجولد. ونحن يعني القهوة عم نعملها أنواع، في نوع مع هالوسط، في نوع مع هالجيد، في نوع مع هالزيادة حسب. موجود عندنا الكولومبي كمان، هذاك نشتغلوا أكثر شيء على الطلب الخاص، لأن شوي يجي نكهته مميزة وسعره غالي شوي، طلبه قليل، نشتغلوا على الطلب. هلا ما عندنا فروع، بس الحمد لله يعني نحن نبيع من ديريك لكوباني. ومع الأزمة كتير ناس من زبايننا راحت. في عندنا مجموعة كبيرة جدا بكردستان، مجموعة بأوروبا، والحمد لله يعني راحوا. ويعني لسه عم تقول من جودة البن اللي كانوا يشربوها من زمان لسه عم يرجعوا يطلبوا. بس روحوا جوات العبارة جيبوا لنا مع بنجلجان، جيبوا لنا قهوة. والتمر يعني نمر مثل ما تقولي بمشاكل غاز، بس الحمد لله يعني عم نطيق نمشي حالنا. الإدارة عم تأمن لنا والحمد لله أمور جيدة، يعني الشغل كويس. هلا أسعار القهوة هلا البرازيل بصراحة القهوة قبل فترة قبل سنة أسعار ارتفعت شوي، يعني يكون موسم القهوة بالبرازيل انضرب وهيك أسعار. بقى التجأنا نجيب أنواع تانية، أنواع أرخص. هاي لأول مرة بنشتغل فيها، أنواع يسموها الروبيستا، مثل الهندي الفيتنامي، هدول الأنواع نحن ما بنشتغل فيهم، ما بنبيع بمحلنا، بس نبيعهم بالجملة. وأسعار البن نحن بنا مثل ما هو، ما لعبنا فيه وعفنا لا حطينا نكتنا، زبوننا بيعطينا حقنا. يعني اليوم مثلا على السعر طبعا يتم على تقلب الدولار كمان، الدولار زي يلعب دور. يعني عم بيع البن ب 32 ب 30 البرازيلي الساده، و32 مع الهال، و36 هالجيد، وكل ما نكتر الهال يعني بيكتر السعر مثل ما قلت لك. يعني اليوم البن الطيب الكويس ب 32 مع الهال. النسكافيه ب 42 الجولد، وعندنا كمان نسكافيه الثانيه الكلاسيك ب 40 هديك، فهمت؟ وبشان الجو يعني نحن مو اجى عنا هون فات يعني اشكال للبلد، ناس اجت من الدير وناس اجت من حما، بقى كل واحد له مراق شكل. نحن تقنا نعرف طلب الزبون، يعني مجرد ما يفوت زبون نعرف. هلا نحن منطقتنا بتحب البن على شقار، اهل الدير بيحبوه شوي على الغماق، غير منطقه بتحبها مثلا اللي نحن يقولها محروقه ان يحبوها. بقى نطيق نعطي للزباين كلها، بس اهم شيء هو جوده البن. البن في له تقول انواع، يعني مو بس برازيلي عده انواع. نحن تقنا يعني نعرف البن الكويس وعم نشتغل فيه، والحمد لله يعني لبعد 30 سنه لسه زبايننا عم يزدادوا. فاذا شغلنا ان شاء الله كويس، وان شاء الله رح يتم كويسه بوجود الناس الطيبين مثلكم.